السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم انفينيتي سبور من جديد في آخر الأخبار المتعلقة بالمنتخب الجزائري وبالجزائر والشان القادم. المحفل الذي ستحتضنه الجزائر سيحضر العديد من النجوم حفل الافتتاح. من بين هذه النجوم تعرفوا عليهم. أولا، حسب الصحفي سعيد فلاق، فسيكون أنفانتينو حاضر، باتسيريس موتسيبي رئيس الكاف، وديدي دروغبا، وإيمانويل إيدي بايور. شاهدوا أيضا من سيحضر. سيكون أيضا مغني الراب الشهير الجزائري الأصل عبد الرؤوف والمعروف بسول كينج حاضر أيضا في حفل الافتتاح. دروغبا، من منا لا يعرف دروغبا؟ النجم السابق لنادي تشيلسي وأسطورة المنتخب الإيفواري. المغني ديجو أيضا سيكون حاضر في حفل الافتتاح. والآخر بدون أن ننسى الشخصية الرئيسية، وهو رئيس الاتحاد العالمي لكرة القدم الفيفا السويسري جياني أنفانتينو. وسيكون أيضا مصحوبا برئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي الجنوب إفريقي. في خبر تاني، اللاعب الجزائري الأصل وابن الأسطورة زين الدين زيدان يضع تغريدة ويضع بجانبها العلم الجزائري. إلى ما يلمح، هل هو يلمح إلى جمال بالماضي؟ هل سيستدعى؟ هل سيكون في المنتخب الجزائري في قادم الأوقات؟ كاين حاجة، اشترك في القناة، ثم فعل الجرس، ثم لايك. سلام.